الا شتك كتجري في الخير غنقول سعداتو بغا يدخل الجنه، الا في هذا الفيديو هذا غادي نقول لا، سعداتو بغا يشد الحكومه الجايه. جوج ديال الاشياء غادي تفاجئوا فيها. كيفاش واحد السيد كيضرب تماره باش يخرج واحد القانون واللي هو وزير الداخليه ديال الاحسان العمومي، واللي القانون واجد قريب يتدفع في الجريده الرسميه باش يخرج. وقتاش يخرج؟ غالبا الشهر الجاي، وهذا الشيء معروف. وجميع الوزراء اللي كاينين في الحكومه مبلغين بالوثائق وعندهم الوثائق ديال القانون ديال الاحسان العمومي انك ما عندكش حق تفرق. ولا مشيتو للماده 9 غادي تلقى الشروط ديال التوزيع ديال المساعدات. هذاك الشيء علاش المغاربه بزاف ما تلقاوش القفه ديالهم ديال الاحزاب السياسيه هذا العام، لان وزير الداخليه تشدد في هذا الشيء هذا، لان حتى ديك القفه اللي كتوصلك ما كتوصلكش عن طريق الاحسان العمومي، وانما عن طريق واش عندك البطاقه ديال الناخب، واش غتصوت عليا وعطيني لا كارت ناسيونال ديالك باش نحسبك بدا كيطرو ديال الزيت انك انت راه داخل عندي. جوج ديال الناس اللي هو عزيز اخنوش والسي بيتاس والمنزل ديالو في دارو غادي تشوفوا تصاور بالدليل كيفرق في جود. عرف عند المغاربه غادي نقولها لك السي عزيز اخنوش الحكومه ديالك كامله اغلبيه نيت ومعارضه اللي كديروا هذا الاحسان العمومي بهذه الطريقه هذه، مع العلم انها ضربه لهذا السيد هذا اللي ضرب تماره وكيخرج في القانون ديال الاحسان العمومي، واللي الشهر الجاي غادي يخرجوا للوجود. كتجي انت اليوم كتقول لا باقي ما خرجش الجريده الرسميه اجي نستعملوه. وباش السيد وزير الداخليه كيستعملوا بالاليات ديال الجماعه. هاد الصوره اللي كتشوفوا هنا هو المنزل ديال السي مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومه، عضو المكتب السياسي ديال التجمع الوطني للاحرار. البلاكه ديال هاد الكاميو هادي مدرقه. علاش مدرقه؟ حسب ما يروج السيد اللي كيقول في الفيسبوك، واللي هاد التدوينه ديالو كيقول لك انا راه تعرضت للتهديد من اللي حطيت هاد الصوره هادي. حتى المساله ديال التهديد ولات عاديه عندكم، يعني اي حاجه يا معنا يا تهدد. هاد المساله هاد الكرا هادي صوروه من بعد، ولكن المفاجاه ان هاد الكاميو اللي كيستعملوه من اجل الاحسان الغير عمومي كاميو ديال الجماعه. وهي الصوره ديالو. باش من حق هذا الكاميو كيتنقل بالليل وكيجمع مساعدات ديال الجمعيه تابعه للحزب السياسي. واش هذا الشيء هذا، واش الاخطاء اللي ولينا كنشوفوه ماشي بشكل يومي، بشكل كل دقيقه كنشوفوه، واش هاد الاخطاء هادو ما يمكنش البلاد توقف فيهم؟ والغريب في الامر ان عرف عندنا حنا فقراء من جميع الطبقات اللي عندنا واحد القيمه عند جلاله الملك. عيد الاضحى ما نقدروش حنا من صغرنا عارفين اننا كان تيقول لك مور الصلاه ومور ما يذبح الملك، الا حزب جوج سبحان الله العظيم. الكاميوز كانوا كيتفرقوا قبل بشهر من قفض رمضان اللي كيطلقها سيدنا. ولا قلتي لي واش عندك شي دليل؟ ها هما ذكراتنا هادو ديال جمعيه جود اللي كاينين، ها هما هادو نفس السكوتش، ها انت نفس السكوتش نفس كل شيء. انا غنعطيه لك قبل بشهر، ها السكرين كتعطيك 10 في الشهر. وصلني انا هاد الشيء هذا 10 في الشهر، وصلوني التصاور وقلت اعوذ بالله بسط الرجيم خلي هاد الشيء هذا. الا انني كنكتشف ان احزاب كاملين، مجموعه ديال الاحزاب في المعارضه وبعض الاحزاب حتى في الاغلبيه كالاستقلال نيت ما عندهمش حق يفرقوا القفاف. ولكن جود ها اللائحه اللي وصلت لسيدي قاسم والغرب، ها اللائحه اللي جميع المناطق غياخذوا. هادشي مزيان، ولكن باش تبعتوا المعايير ديال داك المشروع القانون اللي عندكم فوق البيرو ديالكم، الا مشيتي للماده 9 وكيقول لك الشروط، بطاقه التعريف ديال الناس اللي غيفرقوا، الكراج اللي غتفرق فيه ولا المحل اللي غتفرق فيه العنوان ديالو، الناس الفئه المستفيده، الجمعيه الوصف النهائي ديالها، ويكون احسان عمومي ما عندوش خلفيات سياسيه. ما تفرقش بجوج وتقول للمغاربه صوتوا هاك، وما تعطيش واحد الفئه معينه ديالك هاك انت، وعطيتك 20 قفه غتجيب لي 20 صوت، ولا عطيتك 10 القفاف غتجيب لي 30 صوت. هادشي اللي طرا في سيدي افني خصو يتناقش، لان موضوع خطير جدا ما خصنا نسكتوا عليه. كيفاش التصور ديال المنزل هذا السيد اللي نشر هاد الصوره هذه ولد سيدي افني كيقول لك المنزل ديال السيد الوزير، ها هو كتشوفوا قدامكم الصوره، منزل الوزير ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه، خارجين منه الكفاف ولكن مستعمل الكاميو ديال الجماعه غادي كيفرق في الكفاف. وكون كذا كيتفرق كما قلت لكم بطريقه هاك انت وهاك انت، ما كاينش خلفيه ديالك. كاين شي واحد كيصوت تما على شي حزب معين ومعروف كيصوت ياخذ ديك الكفه. ها كاين شي مستشار جماعي بائس جدا تعطيه واحد 50 كفه تقول لك فرق على الناس ديالك، ولا غير الناس ديال الاحرار اللي كياخذوا. يعني الخلفيه ديال هاد جود باينه. قالها وهبي شحال هادي، ما عرفت علاش ما قالهاش اليوم.
نقطة أخرى غنشير ليها ما بغيتش ننساها، يكفي هادشي اللي كيطرا لينا، ما نكونوش حنا حكارة. إلا مشيتي للسوق وقال لك مول السردين ب 40 درهم، قول لي الله يعاون، قول لي الله يسخر، ولا لا يسخر ليه، قول لي سير اخويا الله يخلصك وزيد في حالاتك. هذاك الشرع اليد ديال تنقلبو كنحقروا بعضياتنا راه عمرنا غنزيدو به لقدام. هذيك النظريه ديال المؤامره ديال ان هذاك هو اللي كيدير هذه الاثمنه وهذا هو، شحال غيزيد عليك كاع؟ الا قال لك السردين 40 درهم شحال غيكون هو شاري كاع؟ هو اللي غيربح داك الرباح. السيد ما تشريش من عنده السردين، ما تشريش من عنده الحوت انت كاع. ولكن هذوك المشاهد اللي كنشوفوا دابا ديال السواق، نمشي نسول في السوق يقول لي بشحال، نقول لي سير في حالاتك ونهرس ليه، هذه راه مشاهد الحقره، هذه مشاهد ماشي ديالنا. راه اللي كيحقرونا فعلا وحقيقه بقوانينهم بالضرب ديالهم وبالشناقه الكبار ديالهم راه باينين، راه ما نقدروش عليهم. راه بفمهم قال لكم تبعوني بالحجر الا ما عطيتكمش 2500 درهم زياده. نحقروا واحد بائس الدنيا ضاربه به، نقلب ليه صنادق ديال الحوت، نلوح ليه الخضره ديالو. علاش؟ حيت قال واحد الثمن خايب، خلي ليه داك الحوت. قال لك اليوم 40 درهم، غدا غيبات عنده غيحسب بحال ب 30 درهم. غيجيك انت بايت ما غتشريش ب 30، غيصبحوا ب 20 يلوحوا هو بيدو. ولكن ما نحقروش الرجال، ما نحقروش بعضياتنا. راه عيب هادشي اللي كنشوفوا دابا في المشاهد اللي كدور دابا في مواقع التواصل الاجتماعي. بركه غير بنادم مقهور هاد. شوف واحد الوليد دابا جاي عندنا للبيرو مسكين، دابا خدام في واحد الشركه سميتها كازيون ديال مصر، جايه من مصر. ها بيم ها كازيون ها الشركات الكابلاج اللي كيجيو من دول اخرى. واحد الشركه صينيه تكرفسوا على الوليدات في طنجه. ها واحد جا السيد لقى راسو ما عرفش شنو هادشي. هات شو البوردرون دلا سي ان اس اس ديالو مسكين. القصه ديالو شنو هي؟ هو انه خدام مع هاد الناس شحال 8 شهور هو خدام معاهم، خدام من نيتو مسكين. الصالير اللي يوريكم الديكلاراسيون 13 يوم اللي مديكلاري. اسي سكوري وزير البام، والله ما بقينا عارف واش وزير البام ولا وزير ديال، ها هو السيد 13 يوم اللي مديكلارا به. مفتشيه ديال الشغل غير كدور تما سولاتو، قالت ليه الشريف عافاك انت من وقتاش خدام؟ قال لي انا 8 شهور. مشاو قلبوا عليه لقاو خدام هادي غير شهر اللي مديكلاري. جات الشركه جرات عليه هو الاول. هذا قالها حقيقه وما عارفش مسكين. كون كان عارف والله ما يقولها مسكين، يصدم في حقه ويقول لهم يلا خدمت. ها هو مديكلاري شهر واحد، نهار بدا في شهر 7 2024 ديكلاراوه. شحال ديكلاراوه؟ 13 يوم. موراها ما عاودش ديكلاراوه كاع. المفتشيه غير دايزه سولاتو قالت لي هاك. ومغاربه كابرين في المغرب مربين التربيه مغربيه وغاديين يضربوا تمارات تبارك الله بالدبلومات ديالهم في شركه صينيه عندنا في المغرب ويتكرفصوا عليهم ياكلوا العصا. كتقول لي ما عباد الله راه شركه مغربيه والناس خدامين، راه هذا راه سيكوريتي 12 ساعه كيخدم. شكون اللي يهضر معاه؟ ملي كتشيل الديكلاراسيون كتلقاه خدام 24 ساعه على 24 ساعه ما كيرتاحش. والديكلاراسيون كتلقاه مديكلاري به 6 ايام ولا 9 ايام ولا 13 يوم. لا دار معاه 13 يوم دار معاه زوين يا ريت. وغيرهم الكثير في المهن. كنقول لك سيد الوزير، سيد وزير الشؤون سي السكوري، راه ما كنطلبش منك تخرج تقلب في المفتشيين تقول لهم عافاك خرجوا قلبوا. لا لا لا، دور هي في الباب عندك د الوزاره غتلقى واحد السكيورتي تما. قول لي مناش وانت تما، غيقول لك انا راه جيت مع 7 الصباح. قول لي معايا تسالي ولدي، غيقول لك مع 7 العشيه. انت راه جيتي موراه وساليتي خدمتك ومشيتي ديتي 7 المليون وخرجتي. هو راه جالس تما من 7 الصباح 7 العشيه ل 2000 درهم. مي واحد النقطه مهمه خصني نقولها للشباب بحال هذا الوليد هذا السي صابيري في البرلمان، راه شار لواحد النقطه مهمه اللي غتطلق قريبه. خصنا نمشيو لها البلاتفورم ديال الشكايات، نمشي نتشكى بالمشغل ديالي، ما كيديكلاريش بيا ما كيعطينيش، نمشي نتشكى. راه ما غتبانش انت اللي تشكيتي، راه حتى غينزلوا عليه ديريكت. تكون عندنا الثقافه هذه. نتمنى من الله ان هذه البلاتفورم تكون قريبه ان شاء الله تخرج. ومازال غادي نحاولوا نتواصلوا مع الوزاره المعنيه باش تقدر تعطينا افاده اكثر باش نقدروا نشرحوا لكم اكثر على هذه البلاتفورم هذه. قدر الله ما شاء فعل، وتبارك الله عليكم. الى حلقه مقبله.